شايف الأداة الصغيرة دي الناس بتفتكرها لعبة أطفال، بس أصلها في الصين اسمها العداد الصيني أو سوامبا. بيستخدموها هناك من أكتر من 2000 سنة لتعليم الحساب وتنمية التفكير المنطقي. أما العداد اللي كنا بنشوفه في مصر فده نسخة مبسطة من العداد الصيني، لكن من غير النظام الرياضي اللي مبني عليه الأصل الصيني. العداد الصيني معمول بمنهج واضح، كل صف بيمثل رقم وكل حركة خرزة بتعبر عن عملية حسابية. الطفل لما بيحرك خرزتين مثلا بيشوف الجمع قدام عينه وبيفهم المعنى، مش بيحفظ رقم، هو بيفهمه بايده وبعقله، وده اللي بيخليها اداة فعالة لتقوية الادراك البصري والحساب الذهني. فبدل ما الطفل يعتمد على الآلة او الورقة، يتعلم يحسب بعقله من خلال الحركة واللوح. في الصين بيبدأوا به التعليم من بدري جدا، ولسه لحد النهارده بيتدرب عليه الطلبة في مراكز منتال ماث. اما عندنا فبدأ ينتشر في بعض المدارس والمكتبات كوسيلة للتعليم المبكر. مكتبة اسلام مكان له بصمة. سلام.